السلام عليكم يا شباب، رجعنا لكم. الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا على آخر حاجة وقفنا عندها الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي زي ما قلت لك هو مهم قوي ليه؟ ان انت زي ما قلت لك العميل شخص، راجل فاتح مكان او ست. طبعا انا دايما اقول راجل لان ده كان معظم تعاملاتنا مع الرجال. فحد فتح مكان، زي ما قلت لك بيعرض منتج. انا صاحب منتج عايز اعرضه عندك، فانت المندوب، انت راجل الوسيط اللي تعتبر الوسيط اللي ما بين المكان وما بين المصنع او الشركه والمكان اللي بيتعرض فيه. طبعا في حته اللي هي دايما بي تو بي وبي تو سي، دي مهمه الناس كلها بتتكلم فيها، بزنس تو بزنس او بزنس تو كاستمر. دي نقطه مهمه برضو، مع الوقت هتعرف يعني ايه القصه وهتعرف تتعامل عليها برضو. زي ما قلت لك الذكاء الاجتماعي ان انت تعرف تتعامل مع معظم الشخصيات في زي ما قلت لك. ودي من انواع العملاء اللي احنا بندرس انواع العملاء. انواع العملاء او الذكاء الاجتماعي بيخليك تتعامل مع كل الطوائف اللي هي اللي موجوده، او كل الانماط اللي هي الموجوده. الشخص، في ناس بيكون عصبي بتقدر تتعامل معاه. في شخص يكون ذكي، والاذكياء دول برضه خطر جدا في التعامل. ليه؟ لان هو بيبقى حاول يستفاد منك على قد ما يقدر، وانت رايح برضه تستفاد منه على قد ما تقدر، فبيبقى الكول حلو. فانا بحب المقابلات البيعيه اللي زي كده، ان انت تكون مندوب شاطر وهو عميل فاهم. ففي الاخر انتوا الاثنين بتوصلوا بعد التفاوض، بتوصلوا لنتيجه كويسه، وغالبا ده من انجح العملاء. انا بحب العميل الذكي صراحه. انت طبعا في عميل شرس، في عميل زي ما بيقولوا مقاوم، في عميل زي ما بيقولوا برضه يعني زي ما قلت لك هنجي لها في انماط العملاء. بس هو انت الذكاء الاجتماعي بتاعك والتعامل هو اللي بيقدر يخليك توصل لمرحله ان انا اقدر اتعامل مع كل الانماط اللي موجوده في الشخصيات في المجتمع. الذكاء الاجتماعي ودايما انت برضو دي بتيجي مع التدريب والكلام وكده، بتلاقي نفسك في الاخر برضو الموضوع سهل، مش صعب. نيجي بعد كده على دي نقطة مهمة جدا جدا، واللي هي زي ما بيقولوا مربط الفرس في الموضوع، روح التحدي وتحقيق الهدف. روح التحدي وتحقيق الهدف. أولا الفكرة كلها فكرة تحدي صراحة، إن أنت تقدر تخش لزبون وتقدر تقنعه ياخد منك بضاعتك. وليه بضاعتك أنت بالذات وسط المنافسة الرهيبة اللي موجودة في السوق؟ هي دي هو ده التحدي، وهو ده الفكرة، إن أنا اقدر اقنع العميل بشغلي، واقنع العميل ببضاعتي، واقنع العميل بخدمتي. طبعا احنا قلنا مندوب المبيعات بيقدر يشتغل، يقدر يبيع منتج، بيقدر يبيع خدمه، يقدر يبيع وحده سكنيه، يقدر يعني هو فكره البيع، فكره لما ان شاء الله تبقى انت راجل كده مندوب مبيعات هتقدر تشتغل على كل الحاجات اللي زي كده. هي فكره البيع واحده، اللي هي بتعتمد على هنا روح التحدي والاقناع وتحقيق الهدف. دي نقطه مهمه قوي. يجب ان يتحلى مندوب المبيعات بروح التحدي والمثابره. الكلمه دي على فكره برضو انا بحس انها من اهم الكلمات ومن انجح الكلمات، اللي هي المثابره. المثابره اللي هي سبحان الله ايه، اللي انت بتعمل الموضوع كل يوم، بتصحى بدري كل يوم، بتروح تزور العملاء كل يوم، بتقرا عن منتجاتك وبتفتح لو انت منتجات اجهزه منزليه مثلا او حاجه زي كده، بتفتح الكتالوج بتاعك وبتقرا كل يوم. كل المثابره دي كلمه كويسه قوي. انا زي ما قلت لك بعتبرها مربط الفرس، وبعتبرها من اهم الحاجات اللي هي بتنجح الشخص، اللي هو بيثابر على حاجته، بيثابر على على ان هو يوصل لهدفه، بيثابر على ان هو يحقق هدفه. تحقيق الهدف لازم تعرف هدفك، لازم تعرف هدفك عشان تعرف تحققه. في مواصفات الهدف دي بتتقال برضو في دورات المبيعات، ان انت تحقيق الهدف او الهدف نفسه لازم يكون ليه مواصفات قبل التنفيذ. ويعني دي برضو قصه هنبقى نشرحها بعد كده في الدورات اللي هي متخصصه في الحته دي. انا كل ده بنتكلم على انت ازاي تبقى مندوب مبيعات، ازاي تبقى مندوب مبيعات ناجح وشاطر ومحترف، ازاي توصل تقدر تروح تقول يا جماعه انا مندوب مبيعات واقدر ابيع لك المنتج ده في السوق.
دي نقطة مهمة جدا. التنظيم وإدارة الوقت دي مهمة قوي. ليه؟ لأن أنت عندك هدف يومي زي ما قلت لك. أنت تلاقي بعد كده حياتك كلها كده، أنت عمال كلها تحسب أنا عندي هدف يومي قد إيه. طب أنا الهدف اليومي ده لو نفترض إن هو مثلا 150,000، أنا هقدر أبيعه لكام عميل؟ 10 عملاء. طب ال 10 عملاء دول معدل 15,000، يبقى أنا عندي 150,000 في اليوم. ده هدف التارجت اليومي. إدارة الوقت والتنظيم وإدارة الوقت لازم تمشيها كده، لازم تبقى انت عارفها كده وحاسبها كده. والتنظيم كمان ده مهم في ايه؟ ان انت بيجي بعد كده لما بنشرح للمندوب يعني ايه خط السير بتاعك وازاي تعمله، ان انت بتنظمه وان انت بتقدر تعمل حاجه زي كده. واداره الوقت ان انت برضه اداره الوقت ان انت عندك 8 ساعات عمل في اليوم، فانت بالتالي لازم تزور 15 ولا 20 عميل في اليوم، فبتوزع الوقت على العملاء. فدي برضو نقطة مهمة قوي. فهم المنتج جيدا برضو دي نقطة يعني أنا شايفها مهمة جدا. العميل طبعا أنت خصوصا لو أنت مندوب جديد داخل المجال جديد، والعميل قديم من زمان، في فرق خبرة ما بينك وما بينه كبيرة قوي. والعميل قاعد بيستقبل كل الشركات اللي موجوده مثلا في البراند بتاعك. انت بتشتغل في منتج معين، العميل فتح انت كده انا بتكلم بي تو بي، العميل فتح سوبر ماركت او فتح ميني ماركت. انت بتروح تعرض المنتج عليه بتاعك، فبالتالي هو عنده 50 شركه غيرك بيتعاملوا معاك، فعنده داتا كبيره جدا. وخصوصا لو حد شاطر وفاهم، خصوصا لو حد قاعد من المشتريات بس، فبيبقى عنده داتا كبيره. فبالتالي هو اقوى منك في الحته دي، وخصوصا لو انت لسه مبتدئ. فانت اوعى تخش او اوعى تشتغل الا لما يكون عندك درايه 100% عن المنتج بتاعك. لو انت بتشتغل فود، لازم تكون عارف مكونات المنتج صح. في مواد حافظه فيها قولها، تبقى حافظها. تقرا الديسكريبشن كويس جدا بتاع المنتج بتاعك، تاريخ الانتهاء. بعد كده بتروح السعر بتاعك، تبقى عارف السعر بتاعك. العبوات بتاعت الكراتين، حجم الكراتين، لو في اللي هم بيقولوا عليها مثلا مكسبات اطعام بكذا نوع، لازم تكون فاهم الحته دي بشكل كويس جدا، ولازم تكون عارفها بشكل كويس جدا. ليه؟ لان زي ما قلت لك هو خبرته كويسه وهو راجل فاهم، فبالتالي لو سالك سؤال وحس ان انت مش فاهم، ممكن يخليك يحرجك، يقول لك لا انت مش فاهم الحته دي او انت كده، وممكن ما ياخدش منك، وبالتالي انت ضيعت وقتك وضيعت وقت العميل وطلعت منه بدون زياره بيعيه ناجحه. الزياره البيعيه الناجحه اللي هي انت بتقدر تحقق فيها الهدف، دي بنشرحها في الزيارات البيعيه الناجحه. تمام. ففهم المنتج بشكل كويس دي نقطه مهمه جدا لازم تشتغل عليها. ولازم تكون من الناس اللي هي قادره تاخد معلومات. وحتى لو الشركه مش موفره معلومات، انت ادخل ودور. دي مهمه جدا. البحث في الحته دي هيخليك شاطر، ويخليك تقدر ترد على اسئله، يسالك على حاجه تقدر ترد على اسئله. احنا كده ماشيين في مواصفات مندوب البيع الناجح. لحد دلوقتي انا بتكلم على مواصفات مندوب البيع الناجح. انت طبعا في مندوبين بيع ناجحين. في مندوبين بيع يعني مثلا لو رحنا مجال الغذائي مثلا، هتلاقي في حاجه اسمها كاش فان، هتلاقي في حاجه اسمها مندوب جمله او مندوب بيقولوا عليه ريجولار، هتلاقي في حاجه اسمها مندوب كي اكونت اللي بيتعامل مع العملاء، هتلاقي في مندوب حاجه اسمها كيترينج. فانت برضو دي بعدين هنعرف ايه الكلام ده كله. بس مواصفات المندوب اللي انا بتكلم عليها بتمشي مع كل ده. انت لازم، بس هي طبعا كل منطقه او كل حته ازاي تشتغل فيها وازاي تقدر تعملها، ودي هنتكلم فيها بعدين. نقطه مهمه قوي كمان المتابعه بعد البيع. طبعا في شركات بيبقى عندها حاجه اسمها مارشندايزنج، اللي هو فريق بينزل يرتب لك البضاعه بعد انت ما بتوصلها او بعد ما بتوديها. في حاجه اسمها مارشندايزر، وفي الشباب اللي هم لسه كشبان هو اللي بيعمل الموضوع ده بنفسه. يجب ان تتابع بضاعتك بشكل دوري مع العميل ومدى تحركها على الرف ومدى رضا العميل.
انت لازم بعد ما تبيع البيعه بتاعتك، انا مش مجرد ان انا نزلت بضاعه للعميل والسلام عليكم حطيتها له ومشيت والسلام عليكم خلص موضوعي كده. طبعا الموضوع ده مش صح 100%. انت لازم بضاعتك بعد ما تتاكد انها اذا كنت انت بتبيعها بتوصلها له مباشر بنفسك، او انت حد بيوصلها وراك سواق بعربيه كبيره حسب وظيفتك او حسب نوع اللي انت شغاله بالظبط، نوع المندوب. فبالتالي انت المتابعه بعد البيع تتاكد ان البضاعه وصلت للعميل اول حاجه. لو انت في بضاعه ليها ديسبلاي او عرض لازم تتاكد ان البضاعه بتاعتك اترصت بشكل كويس. لازم تعرف البضاعه مرصوصه ازاي ومحطوطه ازاي. دي احنا بنقول عليها مارشندايزنج او ديسبلاي حسب البضاعه بتاعتك. لازم لو انت عندك بضاعه ليها تواريخ لازم تتاكد التواريخ دي يعني التواريخ دي اخبارها ايه، اكسباير دي. زي ما قلت لك انت لو بتنزل بضاعه على بضاعه لازم تحط البضاعه الجديده قدام، القديمه قدام، وترجع البضاعه الجديده ورا عشان التواريخ بتاعتك دي. الناس اللي شغاله في الفودز والناس الحاجات اللي ليها تواريخ عارفه القصه دي بشكل كويس. وبرضو انت مهم جدا ان انت تعرف مدى تحرك البضاعه بتاعتك، معدل سرعه دوران احنا بنسميها كده، معدل سرعه دوران البضاعه على الرف. اذا كانت البضاعه دي بتقعد شهر، اذا كانت البضاعه دي بتقعد اسبوعين. دي بتحدد لك كمان الجورني بلان بتاعك، انت بتزور العميل ده كل قد ايه. دي مهمه قوي على فكره. انت فكره ان انت بتعمل المتابعه بعد البيع بتقدر تحدد الكول بتاعك ان انت هتزور العميل ويكلي ولا تو ويكلي ولا مانثلي. دي نقطه مهمه. انا الحلقه دي ان شاء الله بختمها بالحته دي. مندوب البيع الشاطر هو من يملك مهاره الاقناع ومعلومات جيده عن المنتج والعميل. لازم يبقى انت عندك زي ما بيقولوا وسيله اقناع، لازم تكون عندك وسيله ومهاره التواصل، ولازم تكون كمان عندك معلومات عن العميل اللي انت راح تزوره. مهمه جدا جدا ان انت العميل اللي انت راح تزوره لازم يكون عندك معلومات كويسه، ان انت بتسال على العميل حالته ايه لو انت بتدي له كريدت، بتسال على العميل مسحوباته معدلها قد ايه لو انت تقدر، بتسال على العميل مكانه عشان تعرف الحاله اللي احنا كنا بنتكلم عليها، المهاره الاجتماعيه ان انت تقدر تتعامل معاه وتتواصل معاه. اسال، افهم، قدم الحل. دي اسال لو انت عند العميل، اسال على ايه مشاكله، هتقدر تقدر تساعده فيها. مهم جدا للمندوب الشاطر ان انت تقدر تحل مشاكل العميل. دي مهمه جدا. ليه؟ لان انت لما بتحل مشاكل العميل بتحسسه ان انت مش جاي تبيع له بس. دي نقطه مهمه جدا، ان انت مش جاي عشان تبيع له بيعه والسلام عليكم وخلاص. اتمنى ان احنا نكون فكره مواصفات المندوب الناجح والمحترف تكون وصلت. انتظرونا في حلقات جديده باذن الله، افكار جديده. كله هنتكلم الفتره دي، هنقعد فتره كبيره نتكلم على المندوب المبيعات. بعد كده هنعمل مندوب مبيعات كاشفان محترف، او ازاي تبقى كاشفان، وازاي تقدر تعمل لنفسك خط سير، وازاي ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. اتمنى اكون بفيدكم واتمنى اشوفكم تاني. وما تنسوش سبسكرايب، فولو، شير، لايك، عشان الناس تستفاد وعشان نقدر نوصل لناس كتير. وبتمنى ان احنا نكون فدنا الناس. تحياتي لكم، ايهاب الماحي، مدرسه البيع.